اي لاعب كاساسي. صحيح فيه كوادر الفريق، فيه نجوم، تكلمنا على النجم ايضا حكيمي بمستواه وبنضجه هذا الموسم، بالموسم اللي قدمه الاستثنائي ايضا. تكلمنا على منداش. اولا الشباب مبروك لاشرف حكيمي الاسد المغربي، الصراحه لاعب اسطوري، لاعب مغربي كي يعني كنفتخروا به بزاف بزاف، ودائما كيهز الرايه المغربيه. كما شفتوا حتى في الاحتفال ديال واحد اللقطه طريفه يعني بالتتويج بالبطوله، جا قدامه عثمان بالدرابو ديال باريس سان جيرمان، قال له حيد 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 خلي الدرابو المغربي يبان، وهو يحيد. زعما صراحه حب الوطن بزاف. كي يعني فاش مشى كيرفع الرايه المغربيه، الاعلاميين جميعهم تقريبا كيهضروا عليه. قدم موسم استثنائي، نتمنوا ليه ان شاء الله يكمل هذا الموسم بالتتويج بالعصبه ديال ابطال اوروبا امام الانتر ميلان. هادشي اللي كنتمنوا ان شاء الله، وان شاء الله غادي يتوج بالكره الذهبيه الافريقيه. يستحق ان شاء الله، يستحقها هذا العام هذا، وتكمل ان شاء الله الفرحه بالتتويج ببطوله افريقيا اللي هي كاس افريقيا ان شاء الله هنا بالمغرب في يناير 2026. خلونا الاراء ديالكم، شي كلمه زوينه على اشرف حكيمي اسفل الفيديو. خليت لكم الراحه الشباب، نشوفكم في فيديو جديد. واللي كيتمنى فوز المغرب بكاس افريقيا بالمغرب يخليه لنا حتى هي اسفل الفيديو. هادشي اللي كاين اخوتي، نشوفكم في فيديو جديد. خليت لكم الراحه، تهلاو.